السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات وحلويات سكينة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد الكيكه بالمندارين اللي كتجي رائعه جدا، لذيذه البنات، خفيفه ومسقيه ومعلكه. كتستحق التجربه البنات، غتعجبكم بزاف وغتحمر لكم وجهكم الا وجدتوها لضيافكم. كتجي لذيذه بزاف، خفيفه ومعلكه. اكيد غتعجبكم. ودابا هذه هي الوقيته ديال المندرين، راه موجود ومتوفر في الاسواق. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. اول حاجه خديت واحد جوج ديال المندرينات هكا متوسطين الحجم. ضروري البنات اختاروا اللي القشره ديالهم رقيقه ولاصقه عليهم، يعني ما تختاروش داك النوع اللي تكون قشرته غليظه ومهزوزه يعني منفوخ عليه. تكون القشره رقيقه بحال هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. وغادي نقطعهم قطع صغيره جدا، يعني باش من بعد يجيني ساهل فاش نضيف باقي المكونات ونخلط. وبالنسبه الى لقيتوا مثلا العظم في الداخل ديالو، حاولوا تحيدوه، ما تخليوش داك العظم اللي تيكون في وسط منه، لانه سيعطي شويه المروره. صافي غادي نقطع هكا، غادي نقطعهم بجوجهم قطع صغيره ونكمل معكم. ودابا البنات من بعد ما قطعت المندرين ديالي قطع صغيره، غندوز نضيف باقي المكونات. غادي نضيف عليه جوج ديال البيضات كيف كتشوفوا معايا. بيض اللي كيكون الحجم ديالو شويه كبير، الا كان عندكم البيض صغير ديروا 3. ضفت هنايا جوج ديال البيضات. غادي نضيف كاس لاروب ديال السكر سنيده، تقدروا ديروا حتى كاس الا بغيتوا الحلاوه. وغنضيف كاس لاروب ديال الزيت، واحد القبيصه رشيشه ديال الملحه ضروريه. وغادي نطحن هاد المكونات كاملين هكا كيف كتشوفوا معايا. يا اما غادي نستخدموا هاد الطحانه اليدويه، اولا جمعوا المقادير كاملين في طحانه المولينكس، يعني الكاس اللي كنطحنوا فيه العصير. جمعوا فيه هاد المقادير كاملين وطحنوهم مزيان حتى كيتطحن اولا كيتسحق هذاك الليمون، ما كيبقاش نهائيا فيه الطريفات، يعني كيبقى يبانوا دوك الحبات ديالو صغيورين، ولكن ما كنبقاوش نلقاو هكا طريفات. يعني الخليط خاصو يجي بهذا الشكل هذا كيف غتشوفوا معايا، متجانس وما فيه حتى شي طريف ديال الليمون. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا. المهم طحنوه مزيان. وهنايا مباشره غندوز باش نضيف النواشف اللي غادي نضيف فيهم جوج كيسان ديال الدقيق. هنايا ضفت الكاس الاول، وغادي نزيد معاه جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام، يعني مجموع اللي هو 16 غرام. غادي نضيف هذا الشيء كامل. طبعا كلشي خاصو يتغربل باش نتفاداو يبقاو لينا كويرات في داخل العجين. وحتى الا كانت شي حاجه كان او حتى الكويرات عفوا ديال الخميره كيهبطوا هكا كيتغربلوا. حتى الا كانت شي حاجه في الدقيق ما كتهبطش لينا في الكيكه. المهم ضروري دائما في الكيك غربلوا النواشف ديالكم من قبل. صافي كنبدا نخلط هكا مزيان الكاس الاول ديال الدقيق، من بعد الكاس الثاني غادي نضيف. وكيبقى طبعا على حسب الخليط. المهم انا خليت واحد شويه في الكاس لاني حسيت بها ما غتدخلش ليا الكاس كامل ديال الدقيق، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. ممكن تهز لكم جوج كيسان كاملين، ممكن تهز غير يعني واحد الكاس عامر والكاس الثاني ما يكونش عامر بزاف. المهم على حسب نتوما النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. انا الدقيق عندي تيشرب شويه، فالكاس الثاني ما درتوش كله. وهذا هو القوام ديال الخليط. فهي الكيكه كتجي شويه شاده راسها ثقيله، يعني ماشي داك الكيك اللي كيبقى خفيف، ما تخليوش خفيف كيف غتشوفوا القوام ديال الكيك. واخر حاجه غادي نضيفها هي جوج المعالق كبار ديال الخل الابيض اولا الخل العادي اللي متوفر عندكم ديروه، اولا حتى الا ما عندكمش الخل ديروا عصير ديال الحامض، جوج معالق كبار ديال عصير الحامض. صافي تنخلط مزيان. هانتوما القوام ديال الكيك كيف كتشوفوا تيجي هكا شاد فراسو ماشي خفيف. صافي مباشره غادي ندوز نوجد المول ديالي. فاش غنديرها، خديت هنايا هاد المول هكا اللي مثقوب من الوسط
ممكن تستعملوا اي مول بغيتو، حتى داك المول الطويل صراحه كتجي فيه زوينه هاد الكيكه. المهم انا استعملت هذا، دهنته مزيان بالزبده وغنرش عليه الدقيق. من الافضل البنات ديما دهنوا بالزبده لانها كتخلي الكيك ما يلصقش ليكم كيف ما بغى يكون النوع ديالو، ما كيلصقش من بعد كيهبط بسهوله. صافي هنا كي شفتو خويت الخليط ديال الكيك، هزيت يدي شويه للفوق وفرغت الخليط ديال الكيك كامل. وصافي غادي ندخلو الفران اللي مسخن من قبل على حراره متوسطه، تياخذ تقريبا واحد نص ساعه تيكون صافي واجد ومحمر. وهنايا البنات كيف دخلت الكيك الفران دزت نوجدت السيرو باش غادي نسقي الكيكه. ملي غتخرج درت خديت واحد المندرينه وعصرت خديت العصير ديالها، يعني عصرتها، زدت ليها نص كاس ديال الماء، وهنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. صافي هادشي كامل غنخلطو، غنديه فوق البوطه حتى يطبخ مزيان حتى كتنقص الكميه ديالو، وغندخلو للثلاجه يبرد بما طابت ليا الكيكه. هنا البنات كيف لاحظتوا معايا الكيك ديالي راه وجد طاب، وقلبته هكا في الطبسيه اللي غادي نقدم فيه. هانتوما كي كتشوفوا معايا الكيكه كتجي غزاله البنات، رائعه رائعه، كتجي خفيفه ولذيذه ومحمره هكا، حتى اللوين ديالها زوين، كيجي هكا عاطل الصفوريه لان فيها داك المندرين بالقشره ديالو سيعطيها شويه داك اللون. وهنايا دزت مباشره تنسقيها، يعني هي مازال سخونه، والسيرو طبعا راه بارد، راني وجدته من قبل ودرتو في الفريكو باش يبرد ليا دغيا بما طابت هي باش نسقيها به. السيرو كيكون بارد والكيكه سخونه راه عاد طابت. كنسقيوها مزيان بحال هكا وكنخليوها تشرب داك السيرو. هانتوما كتشوفوا البنات الشكل ديالها كيف كيجي غزال، الصراحه كتشهي غزاله ولذيذه. هنايا كيف كتشوفوا دزت للتزيين اللي غيكون طبعا تزيين جد بسيط، يعني شي حاجه بسيطه هكا اللي غتعطي وغتزيد جماليه لهاد الكيكه. فزينت بواحد شويه ديال الكوك من الفوق، رشيته هكا ما حدها مازال فازقه غيلصق عليها. وزينت كذلك بدوائر ديال المنداني اللي قطعته هكا دواور وزينت به هكا من الجنب. طبعا التزيين تيبقى اختياري، فداكشي اللي متوفر عندنا في الدار نزينو به. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا اللي كتجي رائعه جدا البنات، غزاله غزاله بزاف، وريحتها ما شاء الله كتجي طالعه وكتشهي، وكتجي خفيفه ومعلكه من الداخل. انا قطعت معكم الطريف واخا مازال سخونه، ولكن بغيت نوريكم كيف كتجي من الداخل. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش تخليو لايك تحت منه وشي تعليق زوين في حالكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونخليكم في امان الله.